معايا ربع فرخة، هبدأ ان انا اقطعها جزئين او 3 حسب حجم الصدر اللي معايا. ولو لقينا حتة سميكة شوية نبدأ ان احنا بالسكينة كده ونقطعها، او نعمل فيها خطوط كده بالسكينة عشان بس تستوي من جوه، علشان السوا يدخل فيه. مش هنلتزم بكمية بهارات محددة لان هي هتبقى حسب كمية الفراخ اللي معاكي. هحتاج شوية من الملح وشويه من الكمون وشويه من الفلفل الاسمر وشويه من السبع بهارات. بس اهم حاجه ان انا اتاكد ان الفراخ بتاعتي تكون ناشفه قوي، حتى لو همشي عليها منديل علشان الميه بتاعتها ما تزفرش الفراخ وما تبوظش معايا البهارات اللي انا هحطها. تبلها على الوش وعلى الظهر. هنجهز معايا بقى كيس تلاجة او علبة تلاجة المتوفر عندك. هنزل بصدور الفراخ دي في العلبة او في الكيس ده، وهنزل عليهم ربع كوباية من الزيت. ارجوهم مع بعض كده كويس. جيب بقى جريل او طاسة متوفر عندك، سخنيه كويس قوي قوي قوي، وتنزلي بربع كوبايه من الزيت. تسخن كويس جدا. هنبدا ان احنا ننزل بصدور الفراخ. حاول على قد ما اقدر ان انا ما اقلبهاش الا لما تاخد لون على الجهه الاولانيه. هنا بقى كانت اخدت لون. شايفين اللون الجامد ده؟ مش اللون النهائي للفاهيتا خالص. بس كل اللي عايزه اقوله لك ان انت دايما طول الوقت ايدك فيها بتقلبيها، يعني ايدك دايما معاها. هحطها بقى على نار متوسطة لحد ما تستوي معايا. وزي ما اتفقنا ايدك فيها كل شوية عمالة بتقلبيها، هي ما بتضافش ليها اي سوائل خالص. هي بتستوي كده على الجريل بالطريقة دي. تقريبا كده ده اللون الاخير او النهائي للفاهيتا. هبدأ بقى ان انا انقلها في طبق جانبي من الجريل. هقول لكم بقى على تركية طلعها معاكم طرية قوي، واللحمة كده مش بتشد كده. بعد ما احطها في الطبق ده، ضروري جدا ان انا اغطي عليها بورق سلوفان علشان تفضل محتفظة بالحرارة بتاعتها، وتكون باردة عشان اعرف اتحكم فيها واقطعها، وفي نفس الوقت تفضل طرية ما تبقاش بتشد كده زي ما بنشوفها في بعض المطاعم وكده. الكاية دي هتطلعها معاكي جوسي او طرية. هنبدأ بقى ان احنا نركنها على جنب، وعلى ما تبدأ ان هي تبرد هقطع بقى الخضار. عندي هنا استخدمت بصلة كبيرة ومعاها بصلة صغيرة. هقطعها سلايز رفيعة قوي قوي. انا عايزاها سلايز رفيعة قوي علشان هي الخضار بتاع الفاهيتا مش بياخد وقت على النار. بعد ما تقطعيها لازم تفرقيها عن بعضها بالطريقة دي كده، تخلي كل شريحة لوحدها كده. هيساعد ان البصل يستوي اسرع. هبدأ بقى ان انا اقطع معايا هنا 5 حبات من الفلفل حجم وسط. هبدأ برضو ان انا اقطعهم سلايز رفيعة علشان تقدر تستوي. كانت عندي مشكله دايما في الفاهيتا ان انا الفلفل بتاعها ما كانش بيبقى مستوي بجد. دي كانت مشكله عندي. هنشيل اي حتت بيضه او اي حاجه بيضه فيها، وهبدا ان انا اقطعها بالطريقه دي سلايز رفيعه كده زي ما بناكلها في المطاعم. كده جهزت الخضار انزل بقى بالخضار بتاعي. هبدا ان انا اقلب فيه برضو، مش هسيبه عشان ما فيش حاجه تتحرق مني او لونه يتغير. واول ما تبدا ان هو ياخد لون كده ويبدا ان هو يدخل في السوا وريحته تبقى ظاهره، هنزل بمعلقه كبيره من الثوم المهروس. بعدين هرجع ميكس تاني. انا بحط الثوم في اخر مرحله عشان ما يتحرقش معايا. بعدين هرجع بقى اكشف على الفراخ، وهبدا ان انا اقطعها. ما اقطعهاش برضو سلايز رفيعه قوي ولا تخينه قوي، تكون وسط كده. هي كده كده الفراخ مستويه، شايفين بسم الله ما شاء الله يعني بتتقطع بكل سهوله ازاي، ومتماسكه مش متفرفته علشان احنا سيبناها تبرد وتهدى. وبعدين هننزل بقى بعد ما قطعنا شرايح الفراخ دي، هننزل بيها على البصل والخضار اللي هو الفلفل يعني. بعدين هديهم تقليبة، مش هيقعدوا مع بعض كده 5 دقايق كده على النار بس كله يمتزج مع بعض. هملحها بقى وبس كده بتكون الفاهيتا جاهزة معانا. هنقدمها بقى مع عيش فينو او حتى عيش سوري. نتقابل ان شاء الله على خير في فيديو جديد. سلام.